يا ترى هو ليه أول ما اتعرف عليكي كان بيقولك كلام حلو، كلام غزل، كلام جميل، وأول ما ابتديتي تتعلقي بيه وتحبيه وضمن وجودك في حياته طريقة كلامه اتغيرت، بقى قاسي، بقى بالعافية بيقول كلمة حلوة؟ أنا مريم عوزة، دي قناتي. لو انتوا أول مرة تشوفوني أهلا وسهلا بيكم، منورين الدنيا كلها. متنسوش تعملوا لي لايك، شير، سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. أما لو انتوا أصلا من المتابعين عندي فانتوا منورين ضرب التبانة كلها، ما فيهاش كلام يعني. لو هو في الأول كان بيقولك كلام حلو كتير وبعدين لما انتي اتعلقتي بيه ابتدى ان هو يهملك، كده هو عايز يوقعك في شباكه. يعني ايه؟ يعني يصطادك. لو هو في الأول كان حلو زيادة عن اللزوم، عنده وقت انه يكلمك ويسأل عليكي ويطمن عليكي، ولما تقولي له معلش انا هنام فيقولك خلي بالك من نفسك. يعني يا سبحان الله، هيحصل لها ايه وهي داخله تنام؟ هي في بيتها داخله تنام، هتخلي بالها من نفسها ايه؟ من الطرقه. ومره واحده ابتدى يقلب طريقة كلامه معاكي، مبقاش يهتم، مبقاش يسأل، ومبقاش يفرق معاه انه يقولك كلام حلو. ده معناه ان هو كان عايز يصطادك، واصطادك اوريدي. يصطادك يعني يوقعك في شباكه، ملهاش حل تاني. هو قاعد يلف دماغك ويضحك عليكي لغايه لما انت اتعلقتي بيه، وبعد كده ابتدى ان هو يهملك. طبعا انت دلوقتي متعلقه بيه وعماله تقولي هو ليه ما بقاش يهتم، ليه ما بقاش يسال، ليه ما بقاش يكلمني. فاجابه على سؤالك ده، هو ما بقاش يكلمك لان هو بطبعه صياد، وهو اطمن ان انت دخلتي القفص، اطمن ان انت بقيتي الفريسه بتاعته واصطادك خلاص. هيبتدي يدور على فريسه تانية جديده. طبعا لو احنا هنتكلم عن الحق فهو انسان ظالم جدا، لان انت طالما قدرت ان انت تتكلم في البدايه كلام حلو وبتقول كلام حلو وبتعامل معامله حلوه، فما تجيش لما هي تتعلق بيك تروح انت تعاملها بمعامله جافه. لا، المفروض ان انت طالما انت بتعرف تتعامل كويس فانت تكمل تتعامل كويس، لان هي حبتك بسبب طريقه كلامك وطريقه التعامل بتاعتك. فتيجي بعد كده تقول لا والله انا بتعامل بالطريقه دي، ولو مش عاجبك اخبطي دماغك في الحيطه. بصراحه ده ظلم. عايزه تعرفي بقى ازاي تطلعي من الفخ ده، وازاي تخليه هو اللي يطلع تاني يدور عليكي؟ سهله. لو انتم مرتبطين او انتم مخطوبين فلازم ان انت تقلبي عليه الترابيزه. يعني دايما ما ترسيهوش على بره. يعني انت اعترفتي له بحبك وقلتي له ان انت معجبه بيه، حلو قوي، ما تعمليش حاجه اكتر من كده. هتغيري انت بقى الطريقه بتاعتك عشان يرجع تاني يبقى قلقان، يا ترى هي جوه القفص ولا طلعت من القفص. الخطه كالاتي: هو من هنا ما بيقولكيش كلام حلو وغير طريقه تعامله معاكي، وانت من هنا معجبه بيه. طيب معنى كده ايه؟ انك لو رجعتي تحسسيه ان انت مش معجبه بيه وانه عادي بالنسبه لك، هو هيرجع يقول لك كلام حلو. فلازم تحسسيه انك مش مضمونه. بس خلصت. تحسسيه انك مش مضمونه. ده هيحصل ازاي؟ بطريقه التعامل بتاعتك انها تختلف تماما. كنتي بتقولي له انت رايحه فين وجايه منين، مش هتقولي له. يكلمك تقولي له سوري انا كنت مع صحابي، كنت مشغوله ما عرفتش ارد. صحابك مين؟ استنى هوريك. كنت بعتي له صور وانت فرحانه ومبسوطه وخارجه مع صحابك. حتى لو انت ما بتبعتيش صورك، ابعتي صور الكيك او المشروب اللي انت شربتيه. مثلا كلمك قالك خطتك ايه النهارده او هتعملي ايه النهارده، فانت بكل بساطه تقولي له والله انا النهارده هروح المكان الفلاني وهطلع هقابل صحابي في الحته الفلانيه ويومي مشغول جدا، وتقعدي طول اليوم ما تكلموش. هيبتدي يحس ان انت بتضيعي، فيبتدي يقول الله هي ايه اللي عملته، هي ليه بتضيع مني كده، هو انا غلطت في ايه؟ فهو هيرجع يهتم، هيرجع يتصل، هيرجع يسأل، هيرجع يقولك انتي وحشتيني. دايما لما انتي ترفعي من قدر الشخص جواكي هو هيشوف نفسه عليكي. فانتي خليكي كده ثابته على مبدئك. وعلى فكره الموضوع ده كمان في الجواز. لو انتي بتحبي شخص وجيتي قلتي له تعالى اتجوزني مش هيجي. لكن لو قلتي له ببساطه لا انا مش مستعجله على الجواز، انا عايشه حياتي، انا بخرج مبسوطه، انا سعيده، لا بص طب خلينا اصحاب، طب بص ما تخليناش ناخد خطوات سريعه قوي كده مع بعض. دي حاجه هتضايقه اكتر، دي حاجه هتخليه اللي هو لا انا هاجي اتجوز، انا لازم اثبت لها ان انا راجل. لكن البنات اللي تيجي تقول لك هتيجي تتجوزني امتى، احنا بنكلم بعض بقالنا سنه، ما خدتش خطوه جديه، مش هيجي. ولو هو اصلا شخص جاهز للجواز هيتقدم لواحده ثانيه. ليه بقى؟ بسبب الزن. هو مش عايز يتجوز واحده زنانه، ده هو الراجل بيدور في الست على الست اللي دماغها رايقه، اللي ما تزنش، اللي يقعد معاها كده ما يتكلمش وهي ما تتكلمش والحياه تبقى جميله. لو عايزه الشخص اللي انت مرتبطه بيه يرجع يعاملك احسن من الاول، رجعيه لقيمته الاساسيه، اللي هو انت اصلا ايه؟ انت اصلا في حياتي عشان ايه؟ زميلي في الشغل. خلاص ترجع زميلي في الشغل. انت اصلا ايه؟ زميلي في الدراسه، ترجع زميلي في الدراسه. ابن الجيران، ترجع ابن الجيران.
وقتها هو اللي هيحاول مرة تانية ان هو يثبت نفسه ليك. انا كده خلصت الفيديو ده. لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك عشان اعرف ان هو عجبك. لو عندك اي سؤال يخص الموضوع بتاع الفيديو ده فما تتردديش ابدا انك تكتبيه تحت في التعليقات، بشوفها وبرد عليها كلها. ولو شايفة ان الفيديو ده هيفيد حد من صحابك ابعته لهم. وشكرا جدا على وقتك.